السلام عليكم، معاكم مروز كيك، واليوم بسوي معاكم كيكة حليب الزعفران مع كريمة فريش. في البداية سويت منقوع الزعفران اللي هو عبارة عن ماي ورد وزعفران وخليته ينقع. بعدها ضفت في الخلاط بيض وسكر وخليته يشتغل على سرعة خفيفة، وضفت الفانيلا عشان نكسر ريحة البيض وما يبين في الكيك. ونزلت محسن الكيك من ماركة فازيلكو، تقدرون تستخدمون أي ماركة تحبونها. استخدمت تقريبا 25 جرام، يعني كمية بسيطة، وضفت البيكنج باودر مع الهيل. وبدون ما أخلط واجد بديت أضيف منقوع الزعفران وبديت أضيف الطحين كلهم دفعة واحدة، وأشغل الخلاط على سرعة عالية، ونخلط تقريبا لمدة 5 إلى 8 دقايق، يعتمد على الخلاط عندكم. في البداية ما يبين إن الخليط قاعد يتضاعف، لكن لين تنتظرون شوي بيبدأ الخليط لونه يصير هش والكمية تضاعفت دبل تقريبا. وهذا هو فايدة الجل، إنه يسبب طراوة للكيك وطيل عمره ويصير هش وخفيف. جهزت صينية مدهونة بزبدة وصبيت الخليط فيها بحيث ما يتعدى 3/4 الصينية، عشان إذا انتفخت الكيكة تظل مرتبة. دخلتها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة نص ساعة حتى صار لونها ذهبي. بديت أقطع الكيكة وأشيل القسم اللي فوق، وهني صار عندي خطأ إني ما انتظرت الكيكة تبرد 100%، على طول من طلعتها من الفرن قطعتها، ونسيت إن هذه الكيكة الإسفنجية هشة جدا ولازم انتظر عليها تبرد، فما أنصح أي حد يقطعها قبل ما تبرد تماما. وصار عندي شوي الجزء اللي فوق مفتفتة، لكن الحمد لله الأمور مشت. شوفوا شلون الكيكة صارت قطنية وطرية جدا. بالنسبة للتشريبة فضلت أن أستخدم حليب فريش، تقدرون تستخدمون حليب مبخر مع حليب محلى إذا كنتون تحبون الحلاوة أكثر، لكن فضلت حليب الفريش مع الزعفران بدون أي محليات. وعشان أسكب عليها الحليب لازم الكيكة والحليب يكونون باردين علشان ما تصير الكيكة معجنة. وفي الخلاط خفقت كريمة فريش من ماركة هوبلا لمدة 5 دقايق لين تضاعف حجمها وتماسكت. وهذه الكريمة أصلا محلاية فما نحتاج إضافة أي سكر. ولما صارت عندي الكريمة جاهزة خليتها على الكيكة على طول. تقدرون تستخدمون أي طريقة تحبونها للتزيين، أقماع أو سباتشولا أو غيرها، لكن اخترت أني أقدمها بسيطة لأنها كيكة منزلية للجمعات والزوارات والجلسات العائلية، فما يحتاج أن أبالغ في التزيين. وطبعا لازم الكيكة في هذا الوقت تكون باردة عدل، على الأقل مدخلتينها الثلاجة لمدة ساعة إلى نص ساعة، حتى إذا حطينا الكريمة فوقها ما تسيل. وآخر شي حطيت خيوط الزعفران على وجه الكريمة علشان يعطي لون بسيط. وقطعت الكيكة بشكل مستطيل، والصينية عطتني 12 قطعة قدمتها مع حليب الزعفران. وللتقديم أقطع الكيكة وأصب فوقها حليب الزعفران وتكون جاهزة. أتمنى الوصفة عجبتكم، لا تنسون تدعموني بالاشتراك في قناتي وضغط زر اللايك. مع السلامة، وأشوفكم في الفيديو الجاي.